درس العطف هو جزء من القواعد النحوية في اللغة العربية، ويهدف إلى تعليم الطالب كيفية ربط الكلمات أو الجمل ببعضها البعض باستخدام حروف العطف. في الصف الثامن وفق المنهاج العماني، قد يركز الدرس على أنواع حروف العطف ومعانيها وكيفية استخدامها في الجمل. مفهوم العطف: العطف هو ربط بين كلمتين أو جملتين بحيث تشتركان في نفس الإعراب، أي أن الكلمة الثانية المعطوف تتبع الكلمة الأولى المعطوف عليه في الإعراب سواء كان رفعا أو نصبا أو جارا. حروف العطف: حروف العطف التي تستخدم لربط الكلمات أو الجمل هي الواو، وتفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه دون ترتيب. مثال: درس الطالب وكتب الواجب، يعني أن الفعلين حدثا دون تحديد ترتيب. الفاء: فاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن المعطوف يحدث بعد المعطوف عليه مباشرة. مثال: قرأ الطالب الكتاب فكتب التقرير. الكتابة جاءت بعد القراءة مباشرة. ثم تفيد الترتيب مع التراخي في الزمن، أي أن المعطوف يحدث بعد المعطوف عليه بوقت. مثال: ذهب إلى المدرسة ثم إلى النادي. حدث الذهاب إلى النادي بعد المدرسة ولكن بفارق زمني. أو تفيد التخيير. مثال: هل تذهب إلى المدرسة أم تبقى في المنزل؟ بل بتفيد الإضراب، أي تحويل الحديث إلى شيء آخر. مثال: نجح علي وأخوه. هنا الكلمتان علي وأخوه مشتركتان في النجاح، وحرف العطف الواو يربط بينهما. مثال: زارني صديقي ثم أخي. هنا حدثت الزيارة من الصديق أولاً، ثم بعده بفترة جاء الأخ. التطبيق في الجملة: في العطف يجب أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متماثلين في الإعراب، بمعنى أن إذا كان المعطوف عليه مرفوعاً، يجب أن يكون المعطوف كذلك مرفوعاً. تمارين مقترحة: اجعل كلمة الحديقة معطوفة على الجملة التالية: ذهبت إلى المدرسة. استخدم حرف العطف أو في جملة تعبر عن التخيير بين شيئين. الخلاصة: العطف هو ربط بين كلمتين أو جملتين باستخدام حروف العطف، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب.